نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف الحال؟ الله يرحمك. عساك طيب؟ بخير الله يسلمك. شو اسمك؟ أسامة علي السعدي. ونعم. ما عليك سود. أي تخصص؟ ابتكار وريادة أعمال. ما شاء الله. وأي سنة؟ السنة الثالثة. ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ 7 أجزاء. ما شاء الله. إن شاء الله تستمر وما تقف يعني لين ما تختم بإذن الله. ومن أين ستقرأ؟ من أواخر سورة فاطر. تمام. برواية حفص. برواية حفص. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أسامة، ما شاء الله الحروف عندك جيدة ما شاء الله بشكل عام. أسأل الله أن ينفعك بما تعلمت وأنك بعد ما تعلم تعلم إن شاء الله. في بعض الملاحظات على القراءة نستمع إليها من الدكتور محمد. جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك. أسامة ما شاء الله تبارك الله مشروع قارئ. بارك الله فيك. وإمام إن شاء الله. الله يبارك فيك. بإذن الله صوتك مناسب للإمامة وللمصلين. ولكن في بعض الملاحظات التي نأخذها على سبيل المدارسة والانتفاع. أنت ما زلت في أول المشروع وأول الطريق وكلنا كذلك، ولكن يعني سبقناك ببعض الأيام والأعوام نفيء ببعض الفوائد عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. أولا المدود بشكل عام لا تحاول تموج الحرف تقطعه من حرف المد. يعني ممكن تعمل العرب الصوتية التي عندك ما شاء الله بدون أن تموج وتقطع الحرف. مثلا لا تقول خلا، سكرت الآن، سكرت في الحرف كم مرة تسكير فيتولد إما همز أو نون. بشكل عام في خلائف شركائكم بشكل عام ملحوظة عامة لا تموج المد بتقطيع. يعني ممكن أن يأتي التمويج أو الترعيد منهي عنه، الترجيع الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تنغيم بدون أن تقطع الحرف. إذا التمس المخرج الألف في جزئية معينة معناه انقطع ثم عاد ثم انقطع ثم عاد. فلذلك مثلا خالا موجنا الآن رجعنا، لكن نقول خالا أجل صار عندنا الآن تقطع الحرف. تقطع الحرف. هذه الأولى. الثانية الضاء في ينظرون، في فينظروا، فخم الغنة قبله وصحح مخرج الضاء بخروج جزء من اللسان، فمن طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ينظر ضا وليست من الداخل. صحيح. هذه الثانية. وأختم بواحدة وزد لي واحدة. ليكونن وقفت عليها، النون المشددة غنتها حركتين وقفا أو وصلا، فأنت وقفت من دون غنة ليكونن، فحذفت حرفا من حرف لأن النون مشددة بنونين. لكن لا يكونن ثم تعود ليكونن، أهدى من إحدى الأمم. كذلك السكت على الكلمة تقطعها مثل الشرك، الراء مرققة، رققت الراء بطريقة جميلة جدا ومخرج صحيح، ولكن قطعت. صحيح. لاحظ هذا؟ صحيح. شرك. أنت ملتحق بمركز تحفيظ؟ لا والله صراحة، ولكن نتعلم. إياك أن لا أنت تبتعد عن حلقة التحفيظ وعن المشايخ المتقنين. حريصين والله إن شاء الله. اسأل وابذل. سيأتيك القرآن. أنت مشروع. احفظ مني هذه الكلمة وستجدها إن شاء الله بعد 2 أو 3. بارك الله فيك. هذا نعتز فيها شيخ. يعطيك العافية. الله يعافيكم. تلاوة جميلة أخ أسامة. جميل شيخ. لكن في البداية يمكن غلبك شوي الخوف والتوتر. شوي توتر صحيح. في البداية كان فيك رجفة، ولكن ما شاء الله عليك بعد ما استرسلت أنت لاحظت نفسك كيف أن بدأت يعني تتلو الآيات وتستشعرها بنفسك. صحيح. خلاص يعني ابتعدت عن المصحف وبدأت تقرأ ومستشعر الآيات، فكانت التلاوة جدا جميلة ما شاء الله. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الوقفات بشكل عام، حاول تركز على الوقفات في الأماكن الصحيحة واللي تناسب النفس عندك، بحيث أنك ما تقطع على كلمات يعني ما تكون مستوفية المعاني. وهذه بعض يعني الملاحظات، واترك إن شاء الله المجال للشيخ هيثم كذلك ليزيد عليها. تفضل شيخ.
شيخ أسامة حياك الله. الله يحييك. الله يحفظك ويبارك بارك فيك. الله فيك شيخ. لا أزيد على ما قاله مولانا الشيخ جاسم حفظه الله، فقد أفاد وأجاد، لكن أقول أحسن الله إليك وإليك. ونفع بك وزادك من فضله. حلقت بنا بين مقام البيات والكرد، الله يبارك. ثم الكرد والبيات، وهي من المقامات الشجية والأحب إلى قلبي. صورت لنا الآيات تصويرا بهيا، وأنت مشروع إمام كما قال الشيخ محمد، وقارئ جميل في المستقبل إن شاء الله. لكن يا شيخ أسامة حفظك الله، إذا قرأت فافتح فمك. أنت تقرأ بطبقة جميلة. شوف مثلا أنت تقرأ هكذا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أنت تستطيع أن تقرأها بنفس هذه الطبقة، لكن بصوت سيكون جهورا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الفرق فقط أن تفتح فمك. إن شاء الله. كنت نور على نور، وجزاك الله خير. بارك الله الله إليك. فيك شيخ. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. وتنبه للوقف والابتداء أيضا. فإذا جاء أجلهم، هاي ايش نسمي الجملة؟ شرطية، صحيح؟ وين جواب الشرط؟ فإذا جاء فإن الله. أيوة، فما ينفع تقطع تقول فإذا جاء أجلهم، لأن الجملة لم تكتمل. عشان النفس فقط ولا أنا؟ يعني تنبه، تأخذ نفس وتنطلق إن شاء الله. إن شاء طيب، الآيات التي تلوتها من أواخر سورة الله. فاطر. الله سبحانه وتعالى يقول في آخرها: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حليم. صحيح؟ نعم. يعني تتخيل كل ذنب تفعله أو يفعله الناس يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى به. إيش اللي بيحدث؟ لن يبقى أحد على هذه البسيطة أبدا أبدا. صحيح؟ لأنه ما من إنسان إلا وله ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، يقول: كل بني آدم خطاء، كل يقع منه الذنب والخطأ، لكن الله سبحانه وتعالى يحلم ويمهل. يعني سبحان الله، الناس لا تحلم. صحيح؟ يعني أنت تتخيل أنك سويت أخطاء ومديرك كل مرة مطلع عليه، كم مرة بيهدك يعني ولا بيخليك؟ صحيح؟ لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ويطلع، بل وسبق في علمه أنك ستفعل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يحلم. ولذا يقول أيضا في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ويقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالله سبحانه وتعالى حليم. فإيش ينبغي منك؟ أن تستحيي من الله سبحانه وتعالى. إذا دعتك نفسك إلى معصية وكذا، أن تستحيي من الله سبحانه وتعالى. وإذا قارفت المعصية أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فورا، وأن تسأله أن يعفو عنك وأن يغفر لك. يعني خلاص، يعني يستر الله سبحانه وتعالى هذا الذنب، ثم لا يسألك الله عنه. فهذا الذي يرجوه المؤمن من ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يصفح عنا، أنه جواد كريم. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.